انت فاكر نفسك مين يا ابني؟ انت قبل ما تيجي الاهلي كنت قاعد سنه ونص ما بتلعبش كوره، ولا كان ليك 30,000 لازمه، ولا كان ليك عاد. كهربا بعد ما عمل مشكله في الماتش اللي قبل اللي فات وما رضاش يتمرن مع المستبعدين بحجه ان هو اتصاب، وبعد كده كولر عرف وعاجبه وجمده خالص من اللعب، رجع النهارده في التدريب واعتذر لكولر. كولر برضه استبعده من الماتش اللي جاي بتاع الداخليه، ده غير ان هو ما خلوش يتمرن مع اللعيبه، وهيخليه يتمرن بكره الساعه 10 الصبح لوحده. شابوه يا كولر، انا بحييك على قرارك اقسم بالله، مدرب دكر. بص بقى عشان ننهي الجدل في حته الكهرباء ديت ونرد على الناس اللي متحاملين على كولر عشان ما بيلعبش كهرباء. بص يا عم، انا معاك ان كهرباء لاعب كويس وفادني كتير في الفتره الاخيره، وابرزهم كان الموسم اللي فات، كان لاعب من اكتر اللعيبه المؤثرين في النادي الاهلي في ان هم يحصدوا لقب بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا البطوله اللي قبلها اللي كاب جون في الهلال السوداني، وكان جون من اعظم الاجوان اللي جت في دوري ابطال افريقيا. تعال نحسبها بقى بالمنطق شويه، ما تقوليش ان كولر متحامل على كهربا. هو مين اصلا اللي لعب كهربا لما كان موقوف 6 شهور، واحنا كلنا كجماهير اهلي كنا بنقول كهربا ازاي هيفيدنا في الفتره ديت؟